السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو والنهاردة هنعرف أنت محتاج إيه عشان تبدأ تتعلم دارت. فأنت لو أول مرة تسمع عن دارت أو لسه متعرفش أي حاجة عن لغة البرمجة دارت، إن شاء الله أنا هسيب لك لينك فيديو في الوصف ده. تمام، شرحت فيه كل حاجة عن لغة البرمجة دارت. تمام، إن شاء الله الفيديو ده هتلاقي فيه كل حاجة أنت محتاج تعرفها عن لغة البرمجة دارت. تمام تمام. انت دلوقتي عرفت كل حاجة عن لغة البرمجة ومين هي دارت ومين انشأها وانها لغة كروس بلاتفورم. خلاص قررت ان انت تتعلمها. تمام تمام. طيب انت لو جديد او مبتدئ ولسه داخل مجال البرمجة وما عندكش الاساسيات ودارت اول لغة برمجة انت تتعلمها، فانت ان شاء الله محتاج لكورس موجود على اليوتيوب للاستاذ يوسف شوقي. تمام، الكورس ده اسمه ما قبل البرمجة. الكورس ده تحديدا انت محتاجه لو انت لسه مبتدئ وما اتعلمتش اي لغة برمجة قبل كده، او لسه ما تعرفش حاجة عن الحاسب الآلي وعن الخوارزميات وعن الالجوريثم. تمام، فانت ان شاء الله محتاج الكورس ده قبل ما تتعلم اي لغة برمجة. تمام، الكورس ده مجاني تماما، موجود على يوتيوب للأستاذ يوسف شوقي. تمام، الكورس ده مكون من 18 فيديو كلها أساسيات ما قبل البرمجة. تمام، كلها عن الحاسب الآلي. فأنا سمعت الكورس ده وعجبني جدا. تمام، وهيكون بداية كويسة ليك في مجال البرمجة لو أنت شخص لسه مبتدئ ولسه ما دخلتش المجال أو ما تعلمتش أي لغة برمجة. تمام تمام. طيب انت لو حد متوسط او مثلا كان اتعلمت حاجة مثلا زي CS50، تمام، او اتعلمت اي لغة برمجة قبل كده زي مثلا زي جافا سكريبت في الويب في الفرونت في الفرونت اند، او اتعلمت مثلا السي او سي بلس بلس او بايثون. تمام، فانت تدخل تتعلم دارت على طول من غير اي مشاكل او من غير ما تحتاج الكورس ده. تمام تمام. فانت يعني هيكون عندك فكرة وهيكون عندك بعض المعلومات غير لما يكون في حد لسه مبتدئ لسه ما يعرفش اي حاجة عن البرمجة ولسه سمع عن المجالات وعن لغات البرمجة، فهو داخل يتعلم دارت. تمام، او يعرف دارت فقرر انه داخل يتعلمها، فهو محتاج لكورس ما قبل البرمجة. تمام، بالنسبة لدارت كأول لغة برمجة ليك لو لسه مبتدئ، فهي هتكون بداية كويسة جدا لأن دارت زي ما قلت قبل كده لغة قوية. تمام، وغير انها لغة سهلة ان انت تتعلمها، وان انت لو متعلم اي لغة برمجة قبل كده او عندك اي سكيلز او ادوات او اي حاجة، زي ما قلت لك برضو دارت تدعم ان انت تدخل عليها اي لغة تانية. يعني انت مثلا لو جاي من لغة من الاندرويد ومتعلم لغة زي كوتلين او جافا، تعمل حاجة بدارت. تمام، محتاج حاجة من لغة تانية، فانت عادي جدا ان انت تاخد الحاجة دي او تكتب كود نيتيف بداخل دارت وفلاتر. تمام، مش هتواجهك اي مشاكل. اوكي اوكي. طيب انت محتاج ايه دلوقتي؟ خلاص اتعلمت الاساسيات وتعلمت كل حاجه ودخلت تتعلم دارت وفلاتر، محتاج ايه كادوات؟ تمام تمام. انت اول حاجه محتاج الاس دي كي الخاص بلغه دارت، ده موجود على موقع دارت اللي انا فاتحه دلوقتي. انا شرحت فيديو على القناه، شرحت فيه كل حاجة عن ال SDK الخاص بلغة دارت وازاي تسطبه وتنزله على جهازك. تمام، وتعرف الجهاز عليه بخصوص نظام التشغيل ويندوز. تمام تمام. فهسيب لك لينك الفيديو ده ان شاء الله في الوصف. انا سبت الفيديو ده لوحده عشان ما اطولش عليك، تمام، او يكونش الفيديو طويل. بعد ما سطبت ال SDK الخاص بلغة دارت، فانت محتاج محرر النصوص اللي انت هتشتغل عليه. فدي حاجة هسيبها ليك انت، يعني انت ممكن تختار اي محرر نصوص لو ليك سابقة اعمال او ليك سابقة قبل كده مع البرمجة. تمام، ومش حد مبتدئ، فانا هسيب لك خيار محرر النصوص ده يكون ليك انت بتفضل مثلا محرر النصوص وحابب تشتغل بيه. تمام، فعادي اي محرر نصوص هيفي بالغرض. تمام. بالنسبة لي أنا أو الكورس اللي بقدمه على القناة، إن شاء الله أنا بحب أستعمل فيجوال ستوديو كود. تمام، هنا أهو. تماما،
ان شاء الله في كورس على القناه اساسيات دارت هنشرح على الفيجوال ستوديو كود. تمام. تمام. طيب انت لو مثلا داخل تتعلم دارت او تضيفها للسي في بتاعك، او داخل تتعلمها كحاجه اضافيه، مش محتاج تسطب الاس دي كي وتتعلم دارت ومن غير ما يكون مثلا عندك على جهازك الاس دي كي. في حاجه على موقع دارت نفسها، تمام، محرر النصوص هنا موجود، اسمه دارت باد. تمام، موجود من خلال البراوزر هنا. تقدر تكتب كود دارت هنا، تمام، عادي جدا، وهتعمل له رن زي محرر النصوص بالظبط وهتظهر لك النتيجة هنا. تمام. تمام. يعني انت ممكن تبدأ تتعلم كورس دارت او اساسيات دارت من خلال البراوزر، وانت مش محتاج تسطب على اي حاجة على جهازك، لا محرر نصوص ولا اس دي كي ولا اي حاجة تانية. حلو. حلو قوي. طيب سطبت الادوات مثلا او خلاص عرفت انت محتاج ايه عشان تبدأ في دارت. دارت تتعلمها ازاي او تتعلمها منين؟ في اكتر من حد على اليوتيوب شارح دارت، تمام. وانت قلت لك لو عندك خبره وحد مش مبتدئ تقدر تخش على الدوكيومنتيشن وتتعلم براحتك وتشوف انت محتاج ايه وتعرف كل حاجه عن لغه البرمجه دي بنفسك. تمام. لا انت لسه داخل جديد او مبتدئ، فانت ممكن تلاقي اكتر من حد على اليوتيوب شارح لغه البرمجه دارت وفلاتر. بالنسبه لي انا، تمام، فانا بقدم لك كورس. الكورس ده موجه للمبتدئين، تمام، او اللي لسه ما يعرفش حاجه عن البرمجه، عشان هنشرح كل الاساسيات معانا ان شاء الله. هنتعلم كل الاساسيات بلغه دارت. الكورس بتاعي او الكورس اللي انا بقدمه مجاني تماما، موجود على القناه بتاعتي، تمام، اللي انت بتسمع عليها الفيديو ده دلوقتي، ملوش مكان تاني. الكورس ده زي ما قلت لك قبل كده مكون من 3 اجزاء. اول جزء اللي هو هنتعلم فيه دارت، تمام، اللي هي دي المقدمه بتاعته، هنتعلم فيه دارت، اساسيات دارت وكل حاجه عن اللغه دي. حلو. حلو. اما تاني جزء هنتعلم فيه اهم فريم ورك لدارت وهو فلاتر. يعني اول جزء هنتعلم فيه الاساسيات بتاع الدارت، تاني جزء هنتعلم فيه فلاتر. تمام. تالت جزء ده انا بقول لك اهم حاجه معاك في الكورس ده تحديدا، ان تالت جزء ده احنا هنطبق عملي او على مشاريع عملي وعلى افكار على كل اللي احنا اتعلمناه. يعني انت خلاص اتعلمت الاساسيات او اتعلمت لغه البرمجه دارت في اول جزء، تمام، وتاني جزء اتعلمت الفريم ورك اللي هو فلاتر. فانت تالت جزء ده بيجي عشان يعلمك ازاي تعمل مشاريع عملي. هنطبق على كام مشروع مع بعض. اول حاجه هنعمل متجر الكتروني، تمام. تاني حاجه هنعمل برنامج فيديوهات شبه تيك توك. وتالت حاجه هنعمل بنك الكتروني شبه البايبل. تمام. هنتعلم كمان ازاي نتعامل مع الاي بي اي ونعرف كل حاجه عن الاي بي اي، تمام، عشان لما نشتغل مع باك اند. هيكون في كورس موجود على القناه في المستقبل ان شاء الله بعد ما نخلص الاجزاء دي. الكورس ده هيكون عن الفاير بيز، تمام. كل ده عشان تعرف تطلع ابلكيشن كامل لوحدك من البداية، تشتغل على ابلكيشن كامل تعرف تطلعه من غير ما تواجهك اي مشاكل. تمام. فان شاء الله الكورس ده هيعلمك كل حاجة وهيكون بداية قوية ليك في مجال البرمجة. لو لسه قررت ان انت تدخل البرمجة ولسه مبتدئ او اخترت اول لغة برمجة ليك، تمام. فانت ان شاء الله هتطلع من الكورس ده وانت عندك اتعلمت الاساسيات، اتعلمت الفريم ورك، وعندك مشاريع تقدر ترفعها على الجيت هاب. تضيفها على تضيفها في السي في بتاعك، تمام. ان انت كده تقدر تبقى انت بعد الكورس ده تبقى انت قادر تشتغل على مواقع العمل الحر كفريلانسر وتطلع ابلكيشن كامل لوحدك. يعني في عميل مثلا طلب منك ابلكيشن معين او حاجه معينه، تقدر تعمل الابلكيشن ده بدارت بيشتغل على كل الانظمه. وتقدر تشتغل مثلا بالفاير بيز كباك اند، وتبقى انت مش محتاج باك اند ولا محتاج اي حد معاك كفريلانس، تمام. تقدر تشتغل كفلاتر ديفلوبر او تقدر تشتغل يعني اي شركه برمجيات، يبقى عندك سي في محترم تقدر تقدم بيه على اي شركه، تمام. ايا كان المؤهل الدراسي بتاعك او السن بتاعك، انت فاهمني. كل شركه طبعا وليها شروط، انت فاهم الحاجات بتاعتها اكيد، تمام. فانت هتطلع ان شاء الله من الكورس ده محترف او حد محترف وهو عارف بيعمل ايه بالظبط. تمام.
تمام. يا رب يكون الشرح بتاعي كان واضح، ما كنتش طولت عليك، وهستناك إن شاء الله في أول حلقة من الكورس. السلام عليكم.